مين اخطر لعيب في الارجنتين؟ سكالوني ازاي بيلعب هجوميا ودفاعيا؟ ازاي كابتن حسام حسن واللعيبه بتاعته يقدروا يوقفوا الارجنتين؟ دي 3 اسئله هنتكلم وهنجاوب عليهم في الحلقه دي، بس في نفس الوقت هنتكلم على 3 حاجات لازم المنتخب المصري يتميز بيهم. المنتخب المصري قدام الارجنتين في دور ال 16 لازم يلعب بالشجاعه اللي لعب بيها قصاد بلجيكا وما اعتمدش اسماء، لازم يلعب بنفس التنظيم اللي حصل قدام ايران ونيوزيلندا، لازم يلعب بنفس الروح اللي لعب بيها قصاد استراليا. ولو قلت لك ان ماتش الارجنتين هو اصعب ماتش لمنتخب مصر على تاريخه في كاس العالم، فانت لازم تصدقني. وفي نفس الوقت وانا بقول لك ان هو اصعب فريق، فانا بقول لك ان ده اكتر فريق انا عندي في يعني الماتش ده عندي امل كبير، وانا متاكد ان انت واصل لك الاحساس ده وانت برضو عندك الامل ده عشان اللي شفناه من المنتخب المصري، وفي نفس الوقت عشان الطريقه اللي بتلعب بيها الارجنتين غير ايران غير نيوزيلندا غير استراليا. بيلعبوا كوره هجوميه، خطوط مفتوحه، مش 5 ورا، ففي حاجات كتيره يعني، وثقه طبعا في ربنا وفي اللعيبه. ففي حاجات كتيره هنتكلم عليها في الحلقه دي. انا عارف ان انت بتلاعب بطل كاس العالم، اخر كام سنه ما خسرش غير ماتش واحد في كاس العالم. ماتشات كاس العالم هو عامل ستريك، انا مش فاكر كام، بس تقريبا 9 و10 ماتشات بدون هزيمه. ميسي بيسجل لتامن ماتش على التوالي. فانا عارف الارقام ديت تخض شويه، بس في نفس الوقت الارجنتين استقبلت جونين قصاد كاب فيردي، راحوا للدقيقه 120 كان هيلعبوا ضربات جزاء. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عارفين الجزائر خسرت قصاد الارجنتين، بس في نفس الوقت كان بيتلعب عليهم كوره، فهم يعني مش فرقه اللي هي انت تنزل وانت خايف. الارجنتين مش ضعيفه، الارجنتين بتلعب كوره سريعه، عندها مساحات نقدر نلعب فيها، فهو ده اللي احنا لازم نركز عليه. تعالوا بقى نتكلم على الارجنتين ونتكلم على مصر وايه اللي احنا نقدر نعمله. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده، يا ريت لو وصلك الفيديو تدوس سبسكرايب، ان شاء الله التحليل او الفيديو يعجبك. شيره مع اصحابك، انزل السكلف معايا في الكومنتات، قول لي ايه رايك. اللي ما يعرفنيش، انا البومبو وده سكاليف في الملعب، ويلا بينا على ليله الامتحان. يلا سكاليف. الارجنتين الى حد ما اختلفتش كاسماء كتير عن نسخه 2022، عن نسخه بطل كاس العالم، بس في شويه حاجات كده 4 نقط هتكلم عليهم. انا عارف اول نقطه هتبقى جدليه شويه، وانا على فكره من عشاق ميسي، وميسي احسن لعيب في الدنيا دي كلها، بس ميسي بقى عنده 39 40 سنه، مش ميسي النسخه اللي فاتت، مش ميسي اللي يقدر يجري في المساحات. ميسي بيلعب بدماغه، ذكي، بيتحرك كتير جدا. ميسي هيفضل طول عمره اخطر لعيب، بس مش معنى ان هو ما بيجريش كتير انا ما بقاش عامل عليه رقابه. بالعكس، انا يعني دي اكتر حاجه غلط، ان انا العب على منتخب الارجنتين واسيب ميسي. فميسي انا لازم ابقى مراقبه مان تو مان، مقفل حواليه عشان ما يعرفش يستلم الكوره ما بين الخطوط، لو استلمها ما يعرفش يستلمها باريحيه. فدي حاجات كتيره برضو لازم اللعيبه بتاعتنا تبقى مركزه فيها. الحاجه الثانيه الخطيره برضو في منتخب الارجنتين، ان يعني في كام لعيب يقدروا يكسروا خطوطك ببساطه حلوه جدا. شفناهم بيعملوها من بدايه كاس العالم ده. واحد زي ماكاليستر مثلا، واحد زي ديبول، واحد زي انزو فرنانديز. الناس دي لو اديت لهم مساحه، لو انا فتحت خطوطي شويه، هيقدروا يوصلوا الكوره للي هم عايزين يوصلوا ليه الكوره. فانا لازم ابقى مقفل المساحات، او مقفل مسارات التمرير، عامل ضغط متوسط الى عالي في بعض الاحيان. دي حاجات انا لازم اركز عليها عشان برضو امنع الخطوره الثانيه اللي انا اتكلمت عليها في الاول، اللي هي ميسي ما يوصلوش الكره لميسي. هم بنسبه كبيره عايزين يوصلوا له الكره عشان بمراوغه او 2 ميسي يبقى هو والجون، او على الاقل لو ميسي ما راوغش يبقى عارف يلعب ثرو حلو. فدي حاجه انا لازم اوقفها من الاول، ان انا اقدر امنع خطوره ماكاليستر وانزو فرنانديز وديبول. ممكن ما تتفقوش برضو معايا تاني، انا شايف ان الخطوره الكبيره ميسي انا هركنه دلوقتي على جنب، بس الخطوره الكبيره هتبقى في خط نص الارجنتين عند ماكاليستر او عند ديبول، لان هم بيعرفوا يحركوا اللعب، بيعرفوا يسرعوا الريتم، بساطهم بتكسر الخطوط. فدي حاجه احنا لازم نركز عليها، ان احنا نقفل خطوطنا ومسارات التمرير. ساعتها ميسي هيضطر ان هو يتحرك من مكانه، هينزل يستلم، فانا قللت الخطوره اللي ميسي عملها لي في الخطوط بتاعتي اللي ورا، سواء كانت على خط الدفاع او خط النص، وابتدي ابقى مقابله بوشي. انا عارف ان ما حدش بيوقف ميسي بوشه، بس يعني ايه،
ما يقدر على القدره الا ربنا، بس على الاقل ابقى حددت من خطورته وهو عندي ورا في التلت التالت. حاجه تانية برضو في باترن او نمط بيتكرر كتير في لعب منتخب الارجنتين، ان هم لما بييجوا يبتدوا البيلد اب بتاعهم او البناء من الخلف من عند روميرو على طول بيدور على انزو فرنانديز اللي بينزل يستلم يوصلها لماكاليستر، برضه بيستلم بيلف بيبتدي يحرك اللعب. ساعتها ميسي بيبتدي يتحرك عشان هو عارف جودة الباصة بتاعة ماكاليستر عاملة ازاي وان هو هيقدر يوصلها له. في نفس الوقت في واحد تاني برضه بيقدر يعمل كده، بس انا ركزت على ماكاليستر لان هو عالي، بس ديبول برضه بيقدر يعمل كده، بيقدر يكسر الخطوط. فدي المشكلة ان الناس بتفضل مراقبة ميسي بس ما بتمنعش الخطورة من الاول. تعالوا بقى نشوف الارجنتين بتعمل بيلد اب ازاي او بتبتدي الهجمه ازاي. اول حاجه قلبين الدفاع بتاعهم روميرو وليساندرو مارتينيز بيفتحوا الملعب، بينزل لهم انزو فرنانديز. الاطراف بتاعتهم سواء كان مولينيا او الباك الشمال بيبتدوا يفتحوا الاطراف عشان يجبروك ان انت تضغط عالي عليهم، ودي مشكله كبيره ساعتها لو انا مش منظم او انا مش متمرس في موضوع الضغط العالي ان انا انجرف للموضوع ده. وطبعا يعني كلنا عارفين انا لو طلعت وهاجمت وضغطت عالي انا خطوطي ورا ملط، الموضوع خلص، كوره في الثانيه ميسي موجود، الموضوع انتهى. فانا مش عايز اوصل لمرحله ان انا اضغط عالي، سيبهم هم يعملوا اللي هم عايزينه، قفل نص ملعبك وابتدي قابلهم من التلت التاني. الحاجه الثانيه برضو اللي الارجنتين بتعملها الزياده العدديه، ان ميسي بينزل ماكاليستر بيرمي عليه ومولينيا بيطلع يفتح، في نفس الوقت ده ديبول او انزو فرنانديز بيبتدوا يتحركوا، فدي بتخلق مواقف ومشاكل كبيره للمدافعين. بيبقى يعني 4 من الارجنتين قصاد 3 أو 4 مدافعين من المنتخب اللي قصادهم اللي هو في حالتي هيبقى منتخب مصر، الكفه مش راجحه لينا، خصوصا ان الناحيه الثانيه فيها ميسي. فانا لازم برضو في النقطه دي او في اللحظه دي ابقى مقفل الهاف سبيس بتاعي ناحيه اليمين بتاعه الارجنتين او ناحيه الشمال بتاعتي، لازم يبقى في زياده عدديه ويبقوا عارفين ان هم واقفين صح، مش زياده عدديه يعني اي كلام، لا انا لازم ابقى موقفهم صح، لازم يبقى في كوميونيكيشن، تواصل ما بينهم، يعرفوا يتحركوا. وطالما وصلنا لنقطه القوه بتاعتهم دي هتوصلنا للمشكله الكبيره اللي عندهم، المساحات اللي موجوده ورا الفول باكات اراضي وفدادين. فدي انا لو عرفت استغلها لما اقطع الكوره والعب بشكل سريع ورا المساحات دي، اكتر خطوره انا هقدر استفاد بيها. اكبر مشكله هتبقى للارجنتين، اقدر اخلق فرص من الناحيه دي. فانا لما اجي اوصل لنقطه ان انا بدات العب ورا الفول باكات وفي المساحات واخلق مشاكل ليهم، هم هيتوتروا، هم في الاول وفي الاخر بني ادمين، هم عندهم مشكله كبيره ورا الفول باكات، انا لازم استغلها، لازم العب الجيم بتاعي، لازم افرض شخصيتي. شفنا كاب فيردي بتلعب ازاي، شفنا الضغط بتاع الجزائر برضو، انا لازم اعمل كده. انا يعني عشان كده انا قلت لكم احنا لازم ننزل بشجاعه بلجيكا، وانا متاكد، اقسم بالله انا متاكد ان احنا هنعمل كده ان شاء الله. فدي اول نقطه ضعف، المساحات اللي ورا الفول باكات بتاعتهم. تاني نقطه ضعف، انا عارف ان انت ممكن تضحك، بس تاني نقطه ضعف هي نقطه القوه بتاعتهم، هو ميسي. هم لما بيضغطوا ميسي ما بيضغطش على الكوره، فلو هنقول ان 9 لعيبه بيضغطوا، انت عندك لعيب منهم ما بيضغطش، بس في نفس الوقت انت 10. فدي نقطه قوه لينا، ان انا في عندي زياده عدديه اقدر اتحرك كويس ما بينهم هم. فدي نقطه ضعف كبيره لو ركزنا فيها هنقدر نستغلها، الزياده العدديه في الضغط بتاعهم العالي. ميسي ما بيضغطش بشكل كبير، اللهم يعني انا شفتها حتى في كوره او اتنين لكاب فيردي. فدي نقطة أنا لازم استغلها لصالحي، ولو عرفت أخرج بالكورة بشكل صحيح فأنا كده لقيت المساحات اللي أنا محتاجها عشان أبتدي أخلق الفرص اللي أنا عايزها. ثالث حاجة في منتخب الأرجنتين مش قد كده لوتارو مارتينيز، وبرضه عايز أضيف برضه عليه جوليان ألفاريز. جوليان ألفاريز مش الاعتماد الأساسي لسكالوني، بس لوتارو لغايه دلوقتي ما قدمش اي حاجه، ما اعتمدش اوراقه. جوليان لما بينزل برضه ما بيعملش حاجه، فخطورتهم مش زي الاول، اقدر اوقفهم بسهوله. مش هيعتمدوا بشكل اساسي على الكور الطويله او العرضيات، لان هم ما عندهمش الاطوال اللي احنا قابلناها في الماتشات بتاعتنا اللي فاتت. فدي برضو نقطه ضعف في الارجنتين، لو تارو مارتينيز مش على نفس المستوى اللي احنا متعودين عليه. رابع نقطه ضعف، انا حاسس الحلقه ديت جدليه، بس عامه رابع نقطه ضعف روميرو. مدافع تقيل جدا،
بس اللي بيتابعوا الدوري الانجليزي شايفينه مع توتنهام هو عدواني اجريسيف جدا، غشيم في دخول على الكوره. يعني الكروت الحمراء هو مجمعها عنده في البيت، فانا سهل ان انا البسه بذكاء في كارت ولا اتنين العب على النقطه دي. مش عيب ان انا يعني استغل العدوانيه بتاعته، بس في نفس الوقت برضه ابقى حريص. لازم استغل النقطه دي. فانا لو استلمت الكوره وهو بظهري وبدات اجري في المساحه، حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى فيه تاكل من ورا كارت احمر، او هيدخل بغشوميه وبرضه دي فيها كارت احمر. فدي عايزين نركز عليه. خامس نقطه ضعف هي في نقطه قوه عندهم، اللي هو البيلد اب اللي من ورا الكوره. انا عارف ان هم، وانا قلت لكم ان هم عايزين يسحبونا ان احنا نضغط عالي عليهم عشان نخلق المساحات، بس انا لو عرفت اضغط امتى انا كده عملت لهم مشكله. اللعبه بتبتدي من الجون بتاعهم مارتينيز، زي ما قلت لكم ليساندرو مارتينيز برضو قدامه وروميرو، بيبتدي البيلد اب، بينزل عليهم، بينزل معاهم انزو. انا اضغط فين؟ انا اضغط لما الكره توصل لانزو، ما اضغطش على المدافعين، اضغط على انزو. فدي حاجه انا اقدر استغلها. انا كده بجبر انزو ان هو يستلم الكوره وشه للجون، هيضطر ان هو يرجعها تاني، هيلعبها اي كلام، بس ما ادلوش الفرصه ان هو يلف بجسمه ويبتدي يلعبها لماكاليستر، لديبول. انا عايز امنع الكلام ده، فانا ما اضغطش على المدافعين، انا اضغط على اللعيب اللي نازل يستلم عشان ما يستلمش باريحيه. وده برضو يخلينا نوصل للنقطه اللي انا اتكلمت عليها في الاول، ان انا امنع ماكاليستر برضو ان هو يستلم بالشكل اللي هو بيحب يستلم، وشه لجونه ويبتدي يرجع الكره تاني. كل ده انا لازم ابقى مركز فيه، ما بقاش سايب لهم الجيم على طول، ما اضغطش عالي. كل ده احنا لازم نعمله ان شاء الله. طيب دلوقتي ميسي انا اراقبه ازاي؟ انا قلت لكم ان لازم يبقى في حد معاه، بس مش معنى ان انا بقول ان تبقى الرقابه مان تو مان، هنفرض مثلا ياسر ابراهيم او رامي ربيعه هو اللي معاه، ده مش معناه ان لو ميسي نزل المدافع ينزل معاه. بالعكس، هم يسلموا للي بعديه، تبقى دفاع منطقه، ده بيسلم ده، ما افتحش الخطوط ورا وابتدي اروح ورا ميسي، لان دي هتخلق لي انا مشكله. حاجه كمان برضو، انا عارف هو ما فيش حد عارف يوقف ميسي لغايه دلوقتي، بس انا مش عايز برضو اللعيبه بتاعتنا تدي الفرصه لميسي ان هو يستلم ويلف، عشان كده الموضوع بالنسبه لنا احنا كلنا انتهى. فانا لازم اول ما يستلم، لو انا ما منعتش مسار التمرير، ما كنتش واقف صح، انا لازم اضغط عليه، عشان يعني ممكن ربنا ينفخ في صوره اللي بيضغط عليه وما يخلوش يستلم باريحيه، او يمكن يقطعها. فمروان عطيه، محمود صابر، حمدي فتحي، في ادوار كبيره قوي عليكم، ايا كان اللي هيبتدي بيهم كابتن حسام. تركيز مش 100%، مليون في المية. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الارجنتين زي ما متعودين في حلقات ليله الامتحان، بنتكلم برضو على المنتخب بتاعنا، المنتخب اللي يخصنا. احنا في الغيابات اللي عندنا بالحاله اللي احنا فيها، ما عندناش باكات شمال. انا متاكد ان احنا هنبتدي بثلاثه ورا، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعه، هاني على اليمين. انا متاكد برضو ان تريزيجيه هينزل ناحيه الشمال. ممكن يا امام عاشور هو اللي يبقى ناحيه الشمال يعمل برضو الادوار الدفاعيه، بس انا شايف ان الكفه رايحه لتريزيجيه اكتر. في خط النص تقريبا هتبقى برضو مروان عطيه، حمدي فتحي قدام، ثلاثه، صلاح طبعا، امام عاشور، وانا شايف مرموش برضو. ممكن اللي يحصل في الثلاثه اللي ورا في حاله الاستحواذ بتاعنا، حسام عبد المجيد يبتدي يزق الخط النص، يطلع حمدي فتحي لقدام، الملعب يبتدي يتفتح، امام عاشور يمين، مرموش، صلاح. في كلام كتير، هل زيكو هيبتدي بيه؟ ممكن، بس انا شايف الطريقه بتاعتنا هي دي، او التشكيله هي دي اللي ممكن يعتمد عليها كابتن حسام حسن في ظل ظروف الاصابات. مفيش عندنا باك شمال. انا لسه مش عارف برضو مدى اصابه كريم حافظ، لو كريم حافظ هيرجع يا رب ان شاء الله، ممكن الكلام ده يتغير تماما ونلعب بنفس التشكيله اللي لعبنا بيها قصاد بلجيكا او قصاد استراليا، الاربعه بتوعنا اللي ورا. فدي حاجات يعني في اليومين دول ان شاء الله هنعرف الشكل النهائي للتشكيله. اللي انا شايفه برضو الطريقه اللي احنا نلعب بيها في حاله عدم الاستحواذ، ممكن تبقى 5-4-1 وممكن تبقى 4-5-1 عشان يبقى ميديم بلوك شويه، ما اعتمدش بشكل كبير طول الوقت على اللو بلوك، فابقى قادر ان انا مقابلهم بزياده عدديه في خط النص، ما ادهمش الاريحيه اللي هم عايزينها. طيب في حاله الاستحواذ، انا كنت قايل ان ثلاثه سنتر باكات
دولت هيدوا مساحه كويسه ان الباكات بتوعي يطلعوا يعملوا الزياده العدديه، يخلقوا الموقف الخمسه اللي قدام 3-2-5. دي برضو ممكن نلعب بيها. انا قلت لكم مليون مره، انا كابتن حسام خلق سيستم بيقدر يغير في تكتيك وتنظيم تمركز اللعيبه كذا مره في الماتش الواحد، فهم يقدروا يعملوا الكلام ده. انا محتاج امام عاشور يبقى رمانة الميزان، يبقى الموتور بتاعي اللي بيحرك اللعيبه. رامي ربيعه ورا شايف برضه قادر يبني من ورا ويحرك اللعيبه. صلاح بتحركاته الذكيه، احنا شفنا ان استراليا كانت عامله له حساب، وانا متاكد مليون في الميه ان برضه ليساندرو مارتينيز وروميرو هيبقوا عاملين له 1000 مليون حساب، خصوصا ان هما الاثنين قابلوه كتير في الدوري الانجليزي. فتحركاته هتفيد المنتخب كمنظومه. يا رب برضو مرموش ربنا يوفقه الماتش ده، المساحات بتاعتك اللي انت بتحبها موجودة. فدي يعني دي حاجات كتيرة احنا لازم نركز فيها. الحاجة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة اللي احنا برضو لازم نبقى مركزين فيها، ممنوع الضغط العالي، ممنوع نجرف للطريقة اللي هم عايزينها ونخلق المساحات اللي هم عايزينها. برضو انا ابقى عارف انا بضغط امتى، بضغط على مين، وزي ما قلت لكم انا بضغط على اللي نازل يستلم ويلف بوشه، انا مش عايزه يلف بوشه خالص. فدي حاجة احنا نركز فيها. حاجة تانية برضو، انا ما يهمنيش الاستحواذ على قد ما يهمني انا هعمل ايه بعد ما اضغط واخد الكورة. فدي حاجة مهمة ان اللعيبة بتاعتنا تبقى عارفة تجري في المساحات اللي ورا الفول باكات، ما بين الخطوط. كل دي لازم نبقى برضو مركزين فيه. لازم استغل المساحات دي، ولازم اعمل مشكلة لروميرو عشان اطلعه من تركيزه، يا اما ان انا اسجل جون يا اما ان انا البسه كارت. فدي ان شاء الله انا متاكد ان اللعيبه بتاعتنا هتقدر تنفذها. حاجه كمان برضو لاول مره ان شاء الله تبقى في صالحنا، السيت بيسز او الكرات الثابته، سواء كانت ركنيه او فاولات من خارج منطقه الجزاء. دي انا شايفها ان هي لاول مره في صالحنا، عشان يعني هم مش طوال قوي، واحنا اوريدي خلاص احنا لعبنا قصاد اقوام عاد وثمود، نيوزيلندا واستراليا، وقدرنا ان احنا نسجل من ضربات ثابته برغم التشالنج اللي كانت بتقابلنا، خصوصا في طول القامه بتاعتهم. فدي مشكله ان شاء الله مش هتبقى موجوده قصاد الارجنتين. فانا لازم استغل الكور الثابته. صلاح الركنيات حاول ان انت تلعبها على البعيده، ما تحاولش ان انت تلعبها قريبه لحارس المرمى. دي برضو لازم نبقى مركزين فيها ان شاء الله. ان شاء الله نقدر. والله انا متاكد ان احنا نعمل اللي عملناه قصاد استراليا مع الارجنتين، ان احنا نقدر نسجل في اول 15 دقيقه. دي هتعمل لهم مشكله، بس في نفس الوقت انا مش بعد ما اسجل انا هرجع ادافع بقيه الماتش، ارجع ادافع بال10 لعيبه بتاعتي. لا، انا العب الطريقه بتاعتي. اتكلمنا في كذا حاجه، زي ما يعني كنت اقول منتخب ميسي، زي ما منتخب الارجنتين قوي جدا، في نفس الوقت هو عنده نقط ضعف كبيره جدا انا اقدر استغلها. تاني هقولها، 3 حاجات لازم المنتخب المصري يركز فيهم او يلعب بنفس الروح ديت: الشجاعه، التنظيم، والروح. 3 حاجات دول هيفرقوا معانا قوي. ان شاء الله هنقدر نتخطى الارجنتين، عندي امل كبير. ان شاء الله هنلعب في دور الثمانية. عشان الخص بقى، مصر مش محتاجه ان هي تلعب احسن من الارجنتين، مصر محتاجه ان هي تمنع خطوره الارجنتين، تحد من خطوره الارجنتين. ده اللي هيفصل في الماتش كله. يا رب ما اكونش طولت عليكم، يا رب اكون فدتكم. انا عايزكم تفيدوني برضو في الكومنتات تحت، تقولوا لي ايه رايكم، إيه اللي ممكن يتعمل زياده. في نفس الوقت برضو ما تنساش ان انت تدوس سبسكرايب. ان شاء الله يكون الفيديو عجبك، تعمله لايك وشيره مع اصحابك. ان شاء الله هنفرح تاني قصاد الارجنتين، وهشوفكم في فيديو تاني بعد الارجنتين بفرحه كبيره جدا جدا. انا البومبو، وده سكاليف في الملعب. ان شاء الله اشوفكم في دور الثمانية.